السلام عليكم متابعي قناة كينج سبورت. مالي تسحق المكسيك وتتأهل لربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة. حقق منتخب مالي الفوز على المكسيك ب5 أهداف دون مقابل في دور 16 من كأس العالم تحت 17 عاما. تقدم منتخب مالي بالهدف الأول عن طريق محمود باري في الدقيقة 9، وعاد باري لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 13، وبعد دقيقتين فقط سجل إبراهيم ديارا الهدف الثالث، وأنهى مالي الشوط الأول بتقدمه برباعية بعد تسجيل إبراهيم كوناتي الرابع من ركلة جزاء. وأنهى تيا خماسية مالي في الدقيقة 50 ليتأهل لربع النهائي. وسيلعب منتخب مالي في ربع النهائي ضد المغرب. ألمانيا تهزم أمريكا وتتأهل إلى ربع النهائي. تأهل المنتخب الألماني إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره الأمريكي 3-2 اليوم الثلاثاء في دور 16. يدين المنتخب الألماني بفضل كبير في الفوز للاعبه لاعب هامبورغ بلال يالسينكايا، الذي شارك في الدقيقة 86 وحسم المباراة بهدف الفوز 3-2 في الدقيقة 87. وافتتح المنتخب الألماني التسجيل بهدف للاعب تشارلزر هيرمان في الدقيقة 14، ثم تعادل المنتخب الأمريكي بهدف سجله طه هابرون في الدقيقة 24 قبل أن يتقدم المنتخب الألماني مجددا بهدف سجله ماكس مورستيد في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني تعادل المنتخب الأمريكي بهدف للاعب دافيد فاسكيز في الدقيقة 80 قبل أن يسجل يالسينكايا هدف الفوز لألمانيا بل 3 دقائق من نهاية المباراة. ويلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية نظيره الإسباني الذي تأهل بالفوز على اليابان 2-1. كما تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوزه على فنزويلا 5-0. سجل أهداف الأرجنتين لويس بالبو خطأ في مرماه الدقيقة 15، وسانتياغو لوبيز الدقيقة 22، وكلاوديو إيشيفيري الدقيقة 32، وأوجستين روبرتو الدقيقة 70 من جزاء والدقيقة 79. تأهل تاريخي للمغرب إلى ربع نهائي مونديال الناشئين بركلات الترجيح. تأهل منتخب المغرب لربع نهائي مونديال الناشئين بإندونيسيا بعد فوزه على إيران بضربات الترجيح 4-1 عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1. سجل إسماعيل ساميان لإيران في الدقيقة 73 ونسيم عزوزي للمغرب في الوقت بدل الضائع. دخل المنتخب الإيراني المباراة مندفعا وحاول الوصول لمرمى الحارس طه بنغوزيل مبكرا. ظهر الارتباك على أداء المنتخب المغربي ووجد صعوبة في الاحتفاظ بالكرة بسبب الضغط الذي مارسه الإيرانيون، وسنحت أخطر فرصة للمنتخب الإيراني من ركنية، واستغل مورد خروجا خاطئا للحارس طه بنغوزي، لكن نوفل الحناش أنقذ الكرة من على خط المرمى. اضطر المدرب سعيد شيبة لتغيير نوفل الحناش في الدقيقة 40 للإصابة، وأشرك بدلا منه أيمن الناير. كان أداء المنتخب المغربي أفضل في الشوط الثاني، لكن إيران تقدمت من رأسية إسماعيل جوليزادة في الدقيقة 72. ضغط المنتخب المغربي بقوة وسدد وزان ركلة حرة في العارضة. وفي الوقت بدل الضائع تمكن البديل نسيم عزوزي من تسجيل التعادل من تسديده داخل مربع العمليات. لجأ المنتخبان لاختبار ضربات الترجيح التي دانت لفائدة المغرب 4-1.